بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في لقاء متجدد من برنامج قوارير. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. وحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا من الدعاء. فالدعاء هو سلاح المؤمن يستعين به لتيسير كل أموره سواء كانت صغيرة أو كبيرة. كلنا ما بيمر علينا يوم إلا لما بندعي الله سبحانه وتعالى، سواء لأنفسنا أو لأولادنا أو لأمة المسلمين في كل بقاع الأرض. وبيحدث إن إحنا بنشوف بعض الناس بتدعي ربنا سواء ليها حاجة عند الله أو اتظلمت وعايزة يرفع عنها الظلم، أو بتدعي إن ربنا يرزقها بشيء معين ومنتظرة حاجة معينة، ولكن لا يستجاب لها. وبنسمع مقولة إن دعيت كتير قوي وربنا مش بيستجيب مني. هو ربنا غضبان عليا عشان كده مش بيستجيب دعائي؟ وعلى الجانب الآخر بنسمع برضه إن بيتقال على فلان ده دعوته مستجابة ما شاء الله عليه، ما في مرة يدعي دعوة إلا وربنا بيستجيبها له. حتى كمان بياخدوها في إطار الطرفة: اوعى حد يظلم فلان أو يجي على فلان، دعوته منها الباب السما على طول، اوعى لو دعا عليك ربنا هيبتليك. طيب يا ترى الأول ربنا مش بيستجيب منه دعائه أبدا ليه؟ ويا ترى التاني دعائه مستجاب على طول ليه؟ هنعرف إن شاء الله النهاردة خلال حلقة قوارير عن استجابة الدعاء مع الأستاذة خديجة برهان، المستشارة الأسرية واللايف كوتش. السلام عليكم وأهلا ومرحبا أستاذة خديجة. يا أهلا وسهلا أستاذة ندى، حياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته في برنامجك المتميز دائما ومواضيعك المميزة. الله الله يبارك في يسعدك يا رب. حضرتك، الله يبارك في حضرتك. خلينا نبدأ حوارنا عن الدعاء ونشوف الأول إيه هو الدعاء، ما هو الدعاء، وإيه أهميته بالنسبة لنا. طيب، الدعاء الدعاء هو وسيلة للتواصل مع الله سبحانه وتعالى وطلب الحاجة منه سبحانه وتعالى والتقرب إليه، فهو من أعظم العبادات. من العبادات يعني التي ممكن بعضنا يستهين فيها لأنه يشوف أن الموضوع جدا بسيط، يعني لكن هو ليس بسيط. لأن الدعاء يعبر أنه نحن محتاجين، أنا إنسان محتاج، أنا إنسان عاجز، أنا إنسان ضعيف، فأحتاج إلى من هو أقوى مني وأكبر مني وأعظم مني اللي هو الله سبحانه وتعالى. فهو إظهار الحاجة لله سبحانه وتعالى والافتقار إليه وسؤاله. فهو من أعظم العبادات لأنه إنسان دائما يظهر ضعفه وقلة حيلته أمام الله سبحانه وتعالى، فبالتالي مم. بيكون في حالة من الانكسار يكون فيها الإنسان أثناء طلب الأمر من الله سبحانه وتعالى. طبعا. لذلك هو من العبادات العظيمة جدا، يعني من لم يسأل الله يغضب الله عليه. هذا مم. من الشيء المهم جدا. ودائما الإنسان يعتقد أنه أنا اليوم، طبعا أنا أشعر أن ماني محتاج، يعني الإنسان دائما محتاج، ما في شيء اسمه مهم محتاج، أنت محتاج حتى عشان بالظبط، تشكر. أكيد فأنت أكيد. دائما عندك حاجة، يعني أنت إذا استغنيت معناها أنت صرت الآن ما أنت محتاج لله سبحانه وتعالى. طب كيف قاعد تتنفس؟ كيف قاعد تاكل؟ كيف قاعد تشرب؟ كيف يعني أمورك؟ هل أنت معناها مفهومك عن الحاجة هو من الحاجات المادية فقط؟ أنت محتاج دائما من الله سبحانه وتعالى. فهو من مم. أعظم الوسائل التي يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. ونعم بالله. طيب خلينا نشوف الدعاء من الكتاب والسنة. هل فعلا الله سبحانه وتعالى يعني أمرنا في القرآن الكريم إن احنا ندعو الله سبحانه وتعالى؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام له في أحاديث كثيرة بيحسنا فيها، يحس المسلمين أجمعين على الدعاء. ندعو الله سبحانه وتعالى وندعو بإيه؟ طيب، القرآن الكريم في القرآن الكريم في آيات كثيرة جدا تحث على الدعاء وتظهر هذا المعنى بشكل عميق جدا. في خير يعني في الأنبياء، في من أرسلهم الله سبحانه وتعالى هداة للعالمين، أظهروا هذه الحاجة وأظهروا حاجتهم. هم أساسا في تواصل مباشر مع الله سبحانه وتعالى، فكان لهم أدعيتهم الخاصة. مثلا عندنا آدم عليه السلام،
في دعاء آدم عليه السلام إيش قال؟ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من مم. الخاسرين. مم. فده يعني اللجوء والاحتياج والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى ظهر على أول من خلقه الله سبحانه وتعالى اللي هو آدم. جينا إحنا مثلا في يونس عليه السلام عشان مم. يورينا أنا أهمية الدعاء. إيش قال دعاء يونس؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني إني كنت كنت من من الظالمين. الظالمين. إقرار يعني إنه مم. يا الله ما أنا فيه الآن هو كله من ظلمي أنا لنفسي يعني، وعدم مم. اتباعك وعدم سماعك. فإقرار هنا طبعا لا إله إلا أنت، إفراد الله سبحانه وتعالى، سبحانك تنزيه الله سبحانه وتعالى، إني كنت من الظالمين. فطبعا كان سبحان الله يعني بعض العلماء يقول لك دعاء الأنبياء مقرون بالإجابة الفورية، عشان يا كذا الله. فنجيناه على طول. مم. فنجيناه أعظم نعم. الأدعية هو دعاء الأنبياء. عندنا دعاء زكريا إيش قال؟ ربي لا لا تذرني تذرني فردا فردا. وأنت خير الوارثين. أيوة. فوهبنا له على طول. دائما مم. سبحان الله شوفي دعاء الأنبياء يجي بعده على طول يعني فوهبنا اللي هي فيها فاستجبنا السرعة معنى كمان، اللي هي هاي في سرعة السرعة. استجابة الدعاء. أيوه. طبعا هنا أكيد في السبب للسرعة. ليش؟ طبعا أنا ما أنا بقول أنا دعاء يونس عليه السلام بس ما في سرعة في الإجابة، أو في سر طبعا يعني كل شيء له شيء. من مم. السنة النبوية النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه كان من أعظم الأدعية التي يدعي بها النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إيش؟ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا وأنا عبدك وأنا عبدك. على عهدك ووعدك ما استطعت. مم. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فاغفر فإنه لا لي. يغفر الذنوب إلا أنت. أيوة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم غفر له وتقدم من ذنبه، ومع هذا كان يقول أفلا أكون عبدا شكورا، معناها مم. استمراره في سؤال الله سبحانه وتعالى أيوة. المغفرة والقبول لعمله الصالح. من النبي صلى الله عليه وسلم كمان أخبرنا يعني في دعاء الكرب مثلا إيش نقول؟ لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. كلها تنزيه 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 وتقديس لله سبحانه وتعالى أنه ما في إله إلا الله سبحانه وتعالى. فيا الله مم. نحن ما احنا يعني محتاجين دائما لك في كل الأحوال يعني. فتخيلي أنت عظم هذا النوع من الأدعية اللي جاء مم. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا ويعلمنا إياها. والله سبحانه وتعالى في مم. القرآن الكريم إيش يقول؟ ادعوني أستجب لكم أستجب لكم. إن طبعا. الذين يستكبرون عن عبادتي، لأن الدعاء عبادة، إن الذين مم. يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم يعني داخرين، أو معنى الآية. فهنا طبعا الله سبحانه وتعالى يأمرنا أن احنا ندعو الله دائما وأبدا يعني. مم. وعدم الدعاء هو تكبر. بالتأكيد. فالتكبر دائما يودي صاحبه إلى الهلاك. هذه هي مم. الإشكالية، إنه الناس ما تدرك إنه الدعاء هذا شيء عظيم يعني. تمتمة الدعاء إنه الكلام مع الله سبحانه وتعالى، هذا هو الشكل البسيط يعني. أنت طول الوقت تتكلم مع الله سبحانه وتعالى، بدل ما تتكلم مع نفسك تتكلم مع الله سبحانه وتعالى، هو ده الدعاء. مم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من مستجيبين الدعاء يا رب العالمين. طيب، علشان ندعي الله سبحانه وتعالى لابد من آداب للدعاء. كثيرا ما نسمع عن آداب الدعاء، لابد ان انت وانت بتدعي الله سبحانه وتعالى ان تلتزم بآداب الدعاء. فما هي آداب الدعاء لما العبد يقف كده ويقف في القبلة ويدعو الله سبحانه وتعالى؟ ايه هي الآداب المفروض يتبعها؟ طيب اليوم احنا لما نقول للشخص أنت رايح عندك مقابلة مع شخصية مهمة، كيف يستعد هذه الحضور أو لقاء هذه الشخصية؟ حتلاقيه إنه أول شيء عنده استعداد نفسي. يعني أول شيء خايف، أنا حقول إيش حقول له، طب مش عارف إيش، هذه فرصتي ولازم هذا بس بالاستعداد الكلام مع نفسه يعني. اه. طيب لغاية ما يرتب أفكاره. فبيرتب أفكاره بعدين بيبدأ يتجهز، يتحضر نفسيا إنه ما يظهر عليه الاضطراب والخوف والوجل وإلى آخره، عشان ما ينسى كمان، لدرجة إنه ممكن يكتب كل الكلام اللي حيقوله في مم. هذا اللقاء قبل ما يدخل. ليش؟ عشان يستحضروا في ذهنه. بعدين بتلاقيه ايش؟ لابس متشيك طبعا ومتعطر ومش طبعا. على افضل قولهم يعني يعني افضل ما افضل يكون. اشياء، من اه، 10 افضل على ما 10. يكون. امم. وبيختار يعني التوقيت. إذا قالوا له توقيتك الساعة 10 صباحا حتجينا، هو من قبل الساعة 10، من الساعة 9 أنا جالس عند الباب يعني ينتظر. بالظبط. يعني يمكن بالظبط. يدخلوني بدري، مش عاوز أتأخر، مش عارف إيش. هذا في حال أهل الدنيا. إحنا اليوم لما نجي نقابلهم، فتخيلي نحن مع الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى جعل طول الوقت الباب مفتوح، أنت بس أقبل وادخل علي زي ما تبغى، لا تتعب نفسك حتى تفكر في الكلام.
ولا تتعب نفسك في اللبس، ولا تتعب نفسك في التهيئة، بس أبغى منك شيء، مم. شيئين إيش هو؟ حضور قلبك وابتعادك عن المعاصي. طيب لما مم. تقبل على الله سبحانه وتعالى، بس هذا هو مم. الدخول يعني على الله سبحانه وتعالى. فالإنسان إذن محتاج علشان يدخل على الله سبحانه وتعالى إنه أول شيء يخلص لله سبحانه وتعالى هذا الدعاء، أن يكون لله. إيش معنى لله؟ يعني ما يدعو بمظلمة ولا كفر ولا فسق، ولا أنه يدعو وقلبه نصه مع الله ونصه مع شيء آخر، كأنه اه. يشرك بالله سبحانه وتعالى، وكان هذا من فعل الجاهلية يعني. طيب مم. مم. ما يحتاج زي كذا، لا، أنت خلاص أقبلت على الله، أقبل على الله سبحانه وتعالى بكامل قلبك، بثقة أن الله راح يعطيك. بهذه الكيفية لازم تيجي، ما مم. تجرب. المشكلة في الدعاء هو التجربة، احنا بنجرب دائما، بنجرب، عشان كذا ما عندنا نفس طويل. مم. الله سبحانه وتعالى يحب الملحين في الدعاء، طبعا. يعني احنا ما عندنا هذا العبد الإلحاح لأنه اللحوح والله سبحانه هاي. وتعالى يعني كثيرا يعني يؤخر النقطة دي هنتكلم فيها بالتفصيل مع حضرتك، يؤخر استجابة الدعاء لبعض العباد، يعني بيحب ان هو يسمع صوتهم في الدعاء. نعم، يعني أنت عندك أعظم قصة، قصة يونس عليه السلام لما كان في بطن الحوت وجالس الملائكة إيش قالت؟ هذا صوت نعرفه، قال يعني الصوت مو غريب علينا، احنا نعرفه. ايوه ايوه. طيب، مم. فاذكر الله دائما في السراء يذكرك في الشدة، وهذا من مم. كان من قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني في معنى حديث. مم. فهنا الواحد لما يذكر الله سبحانه وتعالى يجب يذكره خالصا لله بدون ما يشرك مع أحد، ما مم. يتعلق لا بالسبب ولا بالنتيجة ولا بأي شيء، إنما يتذلل إلى الله سبحانه وتعالى ويقرأ هذا الباب بقوة وبإخلاص لله سبحانه وتعالى، وعنده مم. دائما يقين يعني. فما ينتظر كمان مع دعائه إنه الناس مثلا تثني عليه وعلى دعائه، إذا كان مثلا هو في يدعو في جماعة، ولا إنه مثلا كان مستجاب الدعاء، يعني ما يدخل له هذا الغرور، يعني إنه هو مم. مميز عند الله، عشان كذا الله سبحانه وتعالى قاعد يستجيب دعائه. الشيء الثاني لازم يكون طبعا عند الإنسان حضور قلب، احنا قلنا حضور يعني استعداد، حضور القلب، استعداد. تمام. أو الناس تعتقد برضو، ونحن كمان نعتقد إنه حضور القلب عملية صعبة. هو حضور القلب مو صعب على فكرة. حضور القلب يعني إيش معناه؟ كن هنا والآن. أنت الآن قاعد تدعي، طب ما خليك مركز مع دعائك، قاعد تتكلم مع الله، ركز مع كلامك بس. يعني لا يكون قلبك مشتت في أودية الدنيا، عندك مم. كم جالس تتكلم عنه، تبحر في الهموم الأخرى وخلاص، بس اللسان والقلب لا يعي ماذا يقول. لا، حضور القلب معناه أني أنا فاهم أنا إيش قاعد أقول مم. وإيش قاعد أدعي. مو بالضرورة يكون كلامي بالفصحى ولا بالعربية الفصحى، بما اه. أحتاجه أنا إن شاء الله يكون بلهجتي العامية البسيطة، إن شاء الله بلهجتي أو مم. بلغتي الأعجمية. المهم أن أنا أتكلم وأدعو الله سبحانه وتعالى وأنا خاشع وحاضر القلب، مم. وحاضر القلب كمان بزيادة أن الله راح يعطيني سؤلي. يمكن مو هذا، بس مم. أنا متأكدة برضو أنه من خلال هذا راح أحصل على مم. شيء أكبر. إن أنا يكون يمكن عندي هذا. يقين، يعني أنا بادعو الله سبحانه وتعالى مش باجرّب الدعاء، باقول ما أشوف ربنا هيستجيب لي والّا لأ، لأ، أنا عندي يقين في رب العالمين إنه هيستجيب، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء، شوف ما أنت يشاء. هتظن برب العالمين إيه وبناءً عليه هتاخد. بعض الناس يمنعهم وصول لمرحلة الظن الحسن بالله سبحانه وتعالى هو ذنوب، وعارف نفسه أنه حقين ذنوب ومعاصي ومصايب. فيجي الشيطان إيش يقول لما يشوفه كذا مقبل على الله ويبغى يدعي؟ أنت دحين مصدق أنه أنت مثلا تقدر تدعي الله بهذا الشكل؟ أنت فاكر يعني ربنا وذنوبك هيستجيب لك وأنت بتعمل إيه وأنت ما بتصلّيش مثلًا؟ أيوة، بلاش الصلاة، أنت بتكذب ولا بتسوي شيء في السرائر، يعني ما تجهر معصيتك، بس عندك مصائب في الخفاء، يعني أنت منافق ومرائي. فيحبطوا، فيحس إنه يعني ما يكون مقبل على الدعاء يعني بنفس الكيفية لما يكون بقلبه جامد وبثقة. أيوة، لأنه طبعا الشيطان حاضر، لأنه إذا حضر قلب الإنسان في الدعاء، يعني أنت متخيلة إيش معناها؟ معناها الإنسان هذا حيدخل في الدائرة، لا اللي بينه وبين الله ما في بينه أحد، حتى الشيطان مو موجود يعني. خلاص، ففي إقبال عظيم جدا، وهذا إمم. الإقبال له نتائج يعني انعكاسات خطيرة جدا. طبعا إمم. من الأشياء كمان اللي تساعد على أن الدعاء يكون مستجاب، نحن تحري أوقات الإجابة، كل وقت في آه. إجابة. دي بدليل دي إيش؟ نقطة مهمة جدًا، جدًا أستاذة خديجة، خلّينا نتكلم فيها بشكل تفصيلي عن أوقات استجابة الدعاء، هل في أوقات معيّنة ومحددة المفروض العبد يتحراها ويدعو فيها؟ وهل لو أنا دعيت في وقت في غير هذه الأوقات، هل الدعوة مش هتستجاب والّا لأ؟ طيب، الغريبة أنه
تخيلي إنه كل وقت هو وقت مستجاب. يعني بين الصلوات الدعاء مستجاب، بين الأذان والإقامة الدعاء مستجاب، بعد الوضوء الدعاء مستجاب، أول يوم النهار الجمعة مستجاب، يوم قبل المغرب كده، يوم آخر الجمعة. ساعة، آخر ساعة في العصر مستجاب، في الليل أيوه. مستجاب، إمم. وقت ما حاجتك مستجاب، وقت نزول المطر مستجاب. في كل وقت في إجابة دعاء. الإنسان بس يعتقد إنه هو هذه وخلاص ما عاد أدعي، لكن هي أرجى أوقات لاجتماع الأشياء فقط. لما تجمعي أنت حاجتك ودعائك ويجي في وقت هو دعاء فيه مستجاب، زي مثلا في الثلث الأول من الليل، يعني الله سبحانه وتعالى فيما معنى الحديث أخبر أن الله سبحانه يتنزل على السماء الدنيا فيقول إمم. إيش؟ هل من داع فاستجيب له، هل من مستغفر فاستغفر له، هل من سائل فأعطيه. طيب أنا عندي حاجة لله سبحانه وتعالى، لما أجي أتحرى في ذا الوقت، طيب وأنا مركزة وواعية ومستقبل القبلة، جمعت كل الأشياء اللي تخلي الآن الدعاء في ذا الوقت هو مستجاب. فكل وقت أنت محتاجة فيه هو أرجى ما يكون، لأنه حاجتك هي اللي تخلي الدعاء ذا مستجاب، ليس الوقت تحديدا وتعيينا. هذا للفضل، يعني احنا نذكر هذا الوقت من باب انه هذا كويس ومش عارف ايش، لكن حتى لو كان في هذا الوقت اذا ما اجتمع قلبي وما كان في حضور وما كان في استعداد وما كان في دعاء، ايش الفائده منه؟ يعني هذا التمييز ده بيعطيك فرصة فقط أنه إذا كنت صاحبة حاجة تحري هذا الوقت. وتحري الوقت هو لأنه الصدق دلالة فيه على الصدق ترى، بالضبط. لأنه الإنسان ما حيتحرى الوقت كذا فجأة، حيكون من قبلها مستعد، زي آخر ساعة مثلا من مستعد الجمعة. ومهيأ نفسه ومرتب أيوه، الدعاء وعامل كل يعني واخد بالأسباب اللي تؤدي أخذ لاستجابة الأسباب. الدعاء. إمم. نعم، فعندنا كمان عندك يوم عرفة، وعندك يوم عاشوراء، وعندك رمضان، وعندك العشر الأواخر رمضان، وعندك إمم. ليلة القدر. يعني تخيلي أنت لا يمر عليك الشهر إلا وفي كل يعني مقومات استجابة الدعاء، لكن استجابة الدعاء. يحتاج أن الإنسان يكون حاضر. هذا مش من الأشياء اللي تساعد كمان على استجابة الدعاء. طبعا للدعاء زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني الواحد يقدم بين يدي نجواكم صدقة، بين يدي نجواكم يعني أدعيتك، قدم صدقة. قدم الصدقة إيش هي؟ الواحد يقدم عمل صالح. عمل صالح ربما يكون إيش؟ ربما يكون شيء بسيط، يمكن يكون إمم. صدقة بشيء بسيط، يمكن إمم. تقديم خدمة، يمكن حتى كلمة، عشان ما يصعب على الإنسان يفكر إنه الصدقة لازم تكون شيء من أضخم شيء وأعظم شيء. لا، ممكن أشياء آه. بسيطة جدا يعني. بالضبط. إمم. يكفيك حتى إنك أنت تتصدق على نفسك، إنك تستغفر الله سبحانه وتعالى قبل صدقتك. يعني إمم. إنسان يجلس يسبح الله ويستغفر الله من ذنبه ما شاء له أن يشاء، يعني في هذا الاستغفار، فهذا قدم لنفسه صدقة بالاستغفار. هذا بعد كده إمم. يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويعرض صلى الله حاجته. عليه هذا وسلم. كمان من أرجى الأسباب في إجابة الدعاء، يعني ما إمم. يدخل على على الله سبحانه وتعالى كده على طول. يعني بدعائه مباشرةً لابد من الثناء على الله سبحانه وتعالى، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يشرع بعد كده في قول الأدعية اللي هو عايزها. صحيح، صحيح. فهذه من الأشياء الكبيرة جدا أو العظيمة. بسيطة هي على فكرة، ما هي يعني، أنا في تصوري دائما يعني في كتاب لابن القيم اسمه الداء والدواء. إمم. هذا الكتاب يتحدث عن الدعاء وعن تأثيره وعن كيف تعرفي أنت اليوم دعائك مستجاب ولا غير مستجاب، وكيف تعرفي العوائق التي تعيقك في مسألة استجابة الدعاء، ويوريكي بدائل الدعاء تبعك إيش كيف حتظهر هي أساسا. والله هذا من أعظم جميل، الكتب اللي تتحدث جميل. عن هذا الجانب، اللي يكشف لك آه. اليوم أنت ما أنت بحاجة أنك تجلسي تفكري مع نفسك إمم. وتخططي مع نفسك، تمتمي مع نفسك وتشتكي مع نفسك. حتى الكلام الحلو ما يحتاج تقولي مع نفسك لوحدك، انت محتاجه بس تقولي مع من هو اعطاك هذه الاشياء. فلما إمم. تجلسي انت اليوم مع الله سبحانه وتعالى، مو شرط سجاده يعني، هو تصعيب الامر هو اللي خلى الموضوع ده شويه عند الناس إمم. صعب، لكن هو بسيط. انت جالسه اليوم فجاه كذا جلستي كذا ذكرتي الله سبحانه وتعالى في قلبك لوحدك كذا، ما عندك ولا شيء، إمم. وبعدين جلستي تحمد الله سبحانه وتعالى بالمحامد كلها، واطلق الله لسانك بالدعاء. الدعاء ممكن لحاجتك، ممكن لحاجه اخوانك، ممكن لحاجه الناس، يمكن لحاجه الامه، ما بالضبط، تعرفي يعني. بالضبط، بالضبط. أنتِ الملائكة فوق رأسِك تقول لِك ولكِ بمثل، يعني أنتِ الرابحة أساسًا، اللهم حتى لو آمين. ما كان دعاء لكِ. إمم. اللهم فهنا آمين. شوفي التشجيع على مسألة الدعاء إنه ما هو لكِ، يعني تخيلي تشوفي شيء حسن وتقولي ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الله يبارك لكم ويرزقكم ويعطيكم خير ويكفيكم كلمات إمم. بسيطة دي، الملائكة فوق فيرد رأسِك الملك. ويقول لِك ولكِ بمثل. آه. هذا حث على إنِّك إيش، إمم. تمشي بالموضوع ده كده.
لأن أنت إذا مم. استحسنتي شيء عند الناس مم. وهيأتي نفسك إنك تكوني طيبة النفس في إنك تباركي لهم وتدعي لهم وتثني على هذا الشيء بخير، فالملائكة تقول لك ولك بمثل. شفتيهم بالظبط. سعداء الله يسعدهم ويزيدهم، الملائكة تقول لك مم. ولك بمثل. الله يصرف عنهم السوء ولك بمثل. الله يهديهم ويصلحهم ولك اللهم بمثل. امين يا رب. يعني أنت ربحانة. عشان مم. كذا في على طول في حالة دعاء الإنسان يقدر تمام. يكون في على طول الخط أو طول اليوم وهو في حالة دعاء بس بالكلمة الطيبة التي ينطق بها ويتلفظ بها. طيب، مقولة بنسمعها كتير يا أستاذة خديجة: بدعي ربنا كتير ما بيستجيبش مني خالص، ربنا غضبان عليا. طب أنا عملت إيه؟ ده أنا مظلوم، ده أنا ليا حاجة مهمة جدا جدا عند الله سبحانه وتعالى، عمري ما دعيت دعوة وربنا استجابها. نسمع الجمل دي من ناس كتير. يا ترى إيه سبب تأخير استجابة الدعاء أو عدم استجابة الدعاء نهائي؟ طيب، أول شيء استعجال استجابة الدعاء دلالة على عدم الصبر. طيب، مم. هذا لازم نحن ندركه اليوم. الإنسان لما يستعجل الدعاء معناها أنه ما عنده حالة من حالات الصبر، يبغى كل شيء كن فيكون. مم. الدعاء بيجي يعلمك إيش؟ بيعلمك أول شيء الصبر والهدوء. والله بعض الأحيان أنت تدعي بحاجتك وتلحي على الله سبحانه وتعالى، يفتح الله عز وجل عليك بهذا الدعاء شيء معين، تنسي حاجتك أساسا، تنسيها تماما، مم. وتنسي انك انت كنت بتلحي على الله فيها وتروحي في مكان ثاني في خير اخر انت ما حسبت حساب. أيوة. ليش؟ لانه مم. الالحاح بيعلمك الصبر، والصبر بيعلمك ان انت معناه عندك ثقة في الله سبحانه وتعالى، معناه ونعم انت بالله. محتاجة تدربي نفسك على هذا الخلق. الله سبحانه مم. وتعالى قال ايش عن الصابرين؟ انما يوفى الصابرون اجرهم بغير بغير حساب. حساب. وحالة الصبر حالة ما مم. هي سهلة، الإنسان مم. بيتعلمها من خلال حاجته أول شيء. لما ما تنقضي، لما ما يحصل على الأشياء يتعلم كيف يحصل عليها، فبيتعلم الأدب مع الله سبحانه وتعالى. طالما مم. أن الله أنا جالس أدعي وأنا عندي ثقة، معناها رب العالمين راح يعطيني، يعني بجميل الظن الله سبحانه وتعالى راح يعطيني، بحسن ظني بالله سبحانه وتعالى. فأنت مم. دخلتي في عبادة ثانية اللي هي حسن الظن بالله سبحانه وتعالى بدون ما تدري يعني. مم. تخيل يعني بهذا الدعاء أو بالصبر على الدعاء. طبعا اليقين بالله سبحانه وتعالى كمان من الأشياء المهمة جدا اللي مم. الإنسان ينصلح حاله بها مع الله سبحانه وتعالى. النبي اه. صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. مم. مرة مرتين، صار لي 10 سنين أدعي. 10 سنين في ميزانك أنت، 10 سنين في ميزان الله سبحانه ولا شيء. وبعدين انت قاعد تدعو الله سبحانه وتعالى، ليه ما تراقب ان الله اساسا استجاب لك دعائك؟ ليش تبغى يعني سيناريو استجابه الدعاء هو زي ما انت راسمه في دماغك؟ يعني تخيل ان احنا طول الليل نهار ندعي، كل مره الدعاء ادعيتك مستجابه. مو تخيل، مم. يعني حقيقه اقول لك اياها، راجعي نفسك في ادعيتك حتلاقي انها كلها استجيبت وما زالت تستجاب، لكن مو بالسيناريو اللي انت تبغيه، مو بالشكل بالظبط. اللي انت تبغيه، بشكل اه. اخر يطلع لك يعني. مم. وربنا اليوم بيكون مرتب الاستجابة بالطريقة اللي شايفها الأنسب ليكي وبحكمة من الله سبحانه وتعالى. نعم، لأنه اليوم أنت بتدعي بشيء ربما هلاكك لا سمح الله هو في استجابة الدعاء الآن، فالله فعلا. سبحانه وتعالى أعلم متى ينفعك هذا. ويمكن يكون إنسان هذا الدعاء ما يصلح له، ما ينفع له أبدا يعني، فيعطيه الله سبحانه وتعالى شيء آخر. لذلك دائما الدعاء له أحواله، أنه ممكن مم. الله يعطيك مرادك، أو ممكن بهذا الدعاء يصرف الله عز وجل عليك بلاء عظيم جدا، أو بالظبط. يدخر لك الدعاء هذا في الآخرة. يعني إلى يقول لك يوم أهل القيامة. الآخرة مم. لمن يأتوا شوف أدعيتهم التي لم يستجاب لها اه. والأجور التي عليها، يقول يا ليت ما الله ما استجاب لنا. فعلا. فشوف الخير العظيم يعني، فعلا. والواحد يتفائل إنه طالما ما استجاب لي هو راح مم. يستجيب لي. لازم يكون الكلام تمام. دائما كذا، ما تمام. أعطاني راح مم. يعطيني. طيب، سريعا يا أستاذة خديجة، ماذا نفعل لكي يستجيب الله سبحانه وتعالى دعائنا؟ عشان يستجيب الله سبحانه وتعالى دعائنا، أول شيء يجب أن احنا نصدق مع الله سبحانه وتعالى، نصدق مع الله في كل شيء، نراقب الله سبحانه وتعالى. مو الإنسان يكون يعني إذا مسه الضر فقط يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، لا، كل ما ذكر الإنسان الله سبحانه وتعالى في حالة العافية الله سبحانه وتعالى يستجيب له بسرعة في حالة الضر، لأنه الإنسان هذا دائما يذكر الله سبحانه وتعالى فما تغير عليه شيء. أيوب عليه السلام أصابه الضر إلى أن إنه يعني يقولوا لحمه حتى تساقط، حتى أن قومه نبذوه قالوا لا. إيش الذنب الذي أذنبه مم. أيوب حتى يعني ابتلاه أيوه. الله بهذا الشيء. أيوه. زوجته أصلا
يعني قصت شعرها وباعت وأصبحت تخدم عند الناس، أبدا أيوه. كان متأدب مع الله سبحانه وتعالى إلين إمم. آخر شيء إيش قال؟ حتى شوفي اللطف يعني في الدعاء، يعني في الأدب، إمم. ربي إني قد مسني الضر، حتى ما شرح، ما في تفاصيل كثيرة، إمم. أنت أرحم الراحمين. أنت أرحم بس الراحمين، شيء بسيط ماشاء يعني. يعني أنت إمم. شايف أنا خلاص أصابني الضر، أصابني إمم. الضر، مو أنا اتضررت يعني أنا يئست ولا أحبطت ولا شيء، يعني تخيل سنوات طويلة جدا، آه. وأنت أرحم الراحمين. يعني وصف الله سبحانه وتعالى بشيء عظيم جدا مع الأدب اللي كان فيه عليه على طول يعني. فالله آه. سبحانه وتعالى إيش قال له يعني؟ قال له إيش يعني؟ بشيء بسيط، تخيل يعني اضرب الأرض وتنزل مويه يعني غير حاله كله، وآتاه كل ما فقده رجع له أفضل ما كان عليه. يا الله! يعني شوفي الأدب بالأنبياء، أنت لما إمم. تشوفي اليوم الابتلاءات عظيمة، يعقوب عليه السلام، إمم. عشان نعرف اليوم كيف يصير استجابة الدعاء نرجع لهذه القصص. يعقوب عليه السلام ولد أحب أولادي إليه غاب عن عينيه، بفعل مين؟ أولاده. يعني إخواته. تخيلي أزمة فوق إمم. أزمة. إيش قال؟ ولا شيء، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من إمم. الله ما لا تعلم. بس شكوايا وبثي ما في فائدة، يعني أساسا ما في فائدة اليوم تتشكى ولا شيء، يعني إيش يبغى يسوي؟ لكن هو بثه وحزنه إلى الله. ليش؟ لأنه يقينه بالله سبحانه وتعالى عالي جدا. ونعم بالله، طيب، ونعم بالله. لذلك في آخر الآية يعني الله سبحانه إمم. وتعالى رجع له يوسف ورجع له بصره ورجع آه. كل شيء يعني. ليش؟ لأنه قال وأعلم من الله ما لا تعلم. أعلم من الله سبحانه وتعالى فضله عظيم، وأعلم من الله سبحانه له تدبير له حكمة وله كذا، أنا أعلم هذا الشيء. أكيد. فبالتالي لن أكيد. أعترض على إمم. ما عند الله سبحانه وتعالى. عمر بن يا رب. الخطاب لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما آه. تعذبوا المسلمين بكثرة، إمم. واشتكي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني ألسنا على الحق، ألسنا كذا، يعني ليش ما تدعينا؟ ليش كذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم طالع قال إنما كان من كان قبلكم يعني يأتى بهم فيشق رأسه شقين إمم. ما يرد عن ذلك شيء يعني. آه. وفي روايات ثانية مثلا في قصص ثانية أو في أحوال أخرى، الله هو ربي ولن يخذلني، يعني ما راح إمم. يرجعني أكيد. بدون إجابة دعاء، يعني خاصة إمم. في صلح الحديبية لما إمم. راحوا مكة يبغوا يدخلوا مكة. فخلاص يعني النبي صلى الله عليه وسلم شاف رؤيا فبنوا أنهم راح يدخلوا مكة فاتحين، فراحوا هم مستعدين كذا. لما شافوا النبي صلى الله عليه وسلم يبغى يرجع، إمم. عمر بن الخطاب نفسه زعل واعترض، وكيف كذا؟ طيب نحن على الحق ونحن كذا والمفروض نحن نسوي والله معانا. آه. الله النبي صلى الله عليه وسلم طالع كذا بهدوء ببساطة، قال إمم. له الله هو ربي ولن يخذلني، يعني إنه أكيد. ناصري، آه. خلاص عندي يقين. ولما رجعوا دخلوا مكة فاتحين إمم. وليسوا معتمرين. هناك فرق يعني، حالة يعني مختلفة تماما. الدخول معتمر تبقى أنت بعمرتك بأسلحتك والناس فوق رأسك ولازم تخرج في وقت محدد. لا، الله ما أراد لهم هذا الشيء، أراد لهم أنهم يدخلوا مكة. إمم. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، قال لهم هتدخلوا إمم. فاتحين، ولستوا يعني زوار تدخلوا تخرجوا، إمم. لا إمم. لا لا، خلاص حالة صحيح. نهائية يعني. آه. آه. فهنا هذا كله يهيئ لنا ايش هو؟ انه احنا يجب عندنا دائما يقين بان الله سبحانه راح يعطينا. عشان كذا من اعظم الادعيه ان الواحد يدعي دائما يقول اللهم اني اسالك يقينا وحسن ظن بك لا يخالطه شك. إمم. هذا اللي احنا نحتاج، يقين وحسن ظن أكيد. فقط. هذا راح أكيد بإذن يخلينا الله. باذن الله نصبر إمم. لان نصل لمرحله استجابه الدعاء، والدعاء اساسا هو مستجاب مستجاب على كل الاحوال. يا رب، اللهم امين. بشكر حضرتك في النهايه الاستاذه خديجه برهان، المستشاره الاسريه واللايف كوتش، على وجود حضرتك وعلى هذا الطرح المميز. ونسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من مستجيبين الدعاء. وزي ما قالت ضيفتنا الفاضله، لابد من الصبر ولابد من اليقين مع الله سبحانه وتعالى. واحنا بندعو الله، احنا ما بندعيش وبنجرب بنقول ما نشوف ربنا يستجيب لينا ولا لا. لازم يكون عندنا يقين في رب العالمين علشان بإذن الله دعوتنا تستجاب. انتهت حلقة قوارير اليوم، إلى أن نلقاكم نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.